اصل انت يا زمالك مش في دماغي. انا الاهلي نادي كبير. زمالك مين اللي احطه في دماغي واشغل بالي؟ ده انا بروح انافس على كاس العالم. ده انا ساعة واحدة رمضان كن ماضي. ده تليفون واحد من محمود الخطيب. ده الجنيه في الاهلي 3 كيلو برتقال. اصل الساعة في الاهلي افلام وزهق ووجع قلب. احمد عبد القادر بقاله شهرين بيحاول يخلص نفسه من الاهلي، والاهلي هيتجنن عشان ما يروحش الزمالك. طب ما بدل انا مش في دماغك ما تسيبه. ايه القانون اللي انتوا اخترعتوه ده للانديه الملاك اللي انتوا مسرحينها في الدوري، ان اللعيب بيروح هناك بيمضي عقد انه ما يروحش على الزمالك؟ ايه القرف ده؟ اصل انا مش في دماغك، اصل انت نادي كبير وانت زمالك ولا حاجه. طب ما تسيب اللاعب. طب لما يمشي من عندك ما تمضيهوش عقود ان هو ما يروحش على الزمالك. احمد عبد القادر ده اللي انت ميت عليه، ده هربان منك مرتين قبل كده. هربان، مش مشي. مش عقده خلص ومشي ولا راح احترق، هربان. ده للي بيحب التاريخ، للي بيحاول يقرا، للي بيحاول يبحث، مش للهجاصين اللي عايشين على شويه كلام اونطه في اونطه. احمد عبد القادر ده هربان منك مرتين، مره وهو ناشئ ومره بعد ما اتصعد وجريت وجبته. تمام. ودلوقتي بتمضيه على عقود، او بتمضي الانديه عقود ان هو لو لما يروح لكم ما يطلعش على الزمالك. بس انت نادي كبير، بس انت ما بتركزش مع حد، بس انت مركز مع نفسك، بس انت مركز مع كاس العالم، بس انت مش شايف انديه في مصر، بس انت اكبر نادي في القاره، بس انت بتعمل تليفون واحد اللعيبه بتيجي تجري عشان البطولات، بس انت نادي ما بتبصش تحت رجليك، انت نادي على طول باصص لقدام ومش باصص غير لطريقك. انت غساله. انت ما تسماش نادي اصلا، انت حته غساله معموله للفلوس المشبوهه اللي بتخش لرجال الاعمال المشبوهين. والله يمسيه بالخير تركي الشيخ كان قال لك ايه، بس مش عايزين يعني ايه نخش في حتت تودينا في داهيه وتحبسنا. قال لك جهه مهمه في مصر ما ينفعش اقول اسمها، قالت لي لازم تيجي تقوم النادي الاهلي بعد محايلات من النادي الاهلي. بعد محايلات من النادي الاهلي الجهه الرسميه المسؤوله اللي ما ينفعش اقول اسمها كلمتني عشان اجي افضل موقف الاهلي. ده نادي معمول غساله، ونادي معمول لتهتئه الامور في البلد.